لو انا جبتك دلوقتي وقررت اعمل معاك بودكاست وسألتك اسئلة من نوعية ايه النجاحات اللي حققتها وتنصح الشباب اللي في سنك بايه وكل الاسئلة اللي من النوع ده، والله لو كان عندك اجابة فده شيء يفرحني. بس انت لو غلبان زيي هتقول اي كلام وخلاص علشان تخرج نفسك من الموقف وما تبانش اهبل قدام الناس. بس المرة دي بقى تعال نتخيل اننا بنعمل نفس البودكاست ده مع طفل صغير وسألناه نفس الاسئلة بالظبط، هل برضه هيقول اي كلام ولا ببساطة هيقول انه ما يعرفش؟ الحقيقة ان بنسبة كبيرة هيقول فعلا انه ما يعرفش بسبب براءة الاطفال. بس الفكرة بقى ان الناس اللي شغالة في البودكاست ما بيحبوش كلمة معرفش، فمن الذكاء جدا انك تجيب واحد واثق من نفسه ومن الكلام اللي بيقوله. وايوه هو الشخص اللي انت بتفكر فيه اندرو تيت. ومن وجهة نظري ان اندرو تيت فعلا كلامه منطقي ومش بيتكلم في اي هبل وخلاص. والفكرة بقى انه طلع في مجتمع غربي مسموم بحاجات ضد الفطرة السليمة لاي مخلوق، وكان معظم كلامه متوجه للرجالة اكتر وبيخاطب فيهم الشهامة والقوة والشغل وكل الكلام ده. وفعلا في ناس كتير بدأوا يحبوه وشعبيته بدأت تزيد بشكل مفاجئ جدا. بس خلينا نرجع للطفل الصغير اللي جبناه في الاول وحطينا قدامه المايك، بس المرة دي بقى نخليه يسمع لشخص زي اندرو تيت الاول وبعدين يتكلم. هتكتشف انه بيقول نفس الكلام اللي سمعه من شوية حتى لو ما كانش فاهم نصه. والموضوع ده سميناه انا وشوية اصحابي متلازمة اندرو تيت، والحوار ده بدأ ينتشر بشكل مريب جدا. ممكن بسهولة تلاقي فيديو قرب من الساعتين بيتكلم عن قد ايه لازم تصحى الفجر وتتمرن 25 ساعة في اليوم وتستحمى بمية درجة حرارتها 100 تحت الصفر. والمشكلة ان الكلام اللي بيتقال ده اصلا بيتقال من واحد مش بيعمل نص الكلام اللي بيقوله، ولو كان بيعمل اي حاجة من دول ما كانش هينافي اصلا كلامه، لانه بقى من المفروض انه بيستغل وقته وما راحش جنازة قريبه اللي مات علشان بيتمرن ولا كان بيلعب يوجا. ربنا يشفيه. بس الموضوع بجد زاد عن حده، والحقيقة المرة انك لو جربت تشوف فيديو منهم هتطلع بجد بولا حاجة. انت بس ضيعت ساعتين من وقتك بتسمع لواحد بيقول اي كلام وبيرموا كلمة انجليزي في النص علشان يبين انه فاهم ومفيش اي حد هنا قده. والمشكلة الاكبر ان معظم المشاهدات اللي بتيجي على فيديوهات زي دي بتكون من ناس صغيرة لسه بتشوف الدنيا وبيبنوا شخصيتهم، وده بعد كده هيعمل ازمة بنت لذينة في الاجيال اللي جاية في المستقبل. وانا متأكد انك طالما بتتفرج على فيديو ليا انك مش من الناس دول، وعايزك تثبت لي انك كده فعلا وتشترك في القناة علشان ولو عايزين فيديوهات اكتر من النوعية دي عرفوني في التعليقات، لان زي ما انت عارف اني بقراهم تعليق وسيب لي لايك علشان تعرفني انك مش من الناس اللي قاطعين دماغهم.